اللي يحاصر أهل غزة هم الإسرائيليين، واللي يقتلهم ويقصف بيوتهم ويجوعهم هم الإسرائيليين. يعني العدو واضح والمجرم معروف، فمن الطبيعي أن الغضب والشتائم والمقاطعة تتوجه إلى إسرائيل. لكن الغريب أن في وقت الاحتلال يرتكب مجازر يومية، تطلع حفنة من المرتزقة من بقايا تنظيم الإخوان يواجهون هجومهم على سفارات مصر والأردن. ليش؟ مو لأنهم يحبون غزة، بل لأن عندهم مشروع يستخدم غزة ولا يدافع عنها. مصر فتحت معبر رفح رغم الظروف الأمنية، استقبلت الآلاف من الجرحى، وقادت وسطات لوقف إطلاق النار، ورفضت أي حلول على حساب غزة أو تهجير لأهلها، وأرسلت قوافل ضخمة من المساعدات كانت أحيانا تمنع من دخول القطاع بسبب الاحتلال، ورغم ذلك استمرت. الأردن أرسل مساعدات طبية وغذائية جوا وبحرا، وسلاح الجو الأردني كان يسقط المساعدات على غزة في أخطر الظروف. والأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني كان الصوت الأقوى في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية، وهو الوصي الشرعي عليها. وحتى الإمارات لما تحدت العالم وأسقطت مساعدات جوا عبر الباراشوت لإنقاذ الأهالي من المجاعة، اتهموها بالكذب وقالوا إن الصناديق نزلت بوقت متأخر والناس نيام وماتوا بسببها. أي منطق هذا؟ يهاجمون الإمارات لأنها أنقذت أرواح الناس، ويهاجمون مصر لأنها فتحت معبر رفح، ويشيطنون الأردن لأنه دافع عن القدس، ثم يدعون أن مواقفهم تصب في مصلحة فلسطين. لكن الحقيقة أنهم يخدمون الاحتلال ويعمقون الانقسام. والحقيقة المرة أن تنظيم الإخوان اليوم بعدما سقط مشروعه بثورات الشعوب يحاول أن يعود للسلطة، لكن هذه المرة ليس عبر الميادين بل فوق جثث أهل غزة، يتاجر بدمائهم ويستثمر بمأساتهم ليكسب تعاطف زائفا لا يهدف لتحرير فلسطين بل لابتلاعها سياسيا.